ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. لما تكون صاحي الصبح كده ومش في المود وتحس انك كسلان وفاقد الشغف، او يكون عندك شغل كتير عاوز منك تركيز وسرعة انجاز، بتفكر تشرب ايه؟ ايوه، هو ده موضوع الفيديو النهاردة. فيلا بينا بقى نشوف مع بعض ايه حكاية فنجان القهوة. القهوة هي مشروب يتم تحضيره من بذور البن، واللي بينمو في أكتر من 70 بلد حول العالم، وخصوصا في المناطق الاستوائية في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. ويقال إن نبات البن الأخضر هو تاني أكتر السلع تداولا في العالم بعد النفط الخام، وتعتبر القهوة واحدة من المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم. من المعتقد إن أجداد قبيلة الأورومو الأثيوبية كان أول من اكتشف وتعرف على الأثر المنشط لنبات حبوب القهوة، بس لم يتم العثور على أي دليل مباشر يكشف بالتحديد عن مكان نمو القهوة في أفريقيا. ظهر أول دليل موثوق عن شرب القهوة ومعرفة شجرة البن في منتصف القرن الخمستاشر في الأديرة الصوفية في اليمن في جنوب الجزيرة العربية، وانتشرت القهوة من اليمن وأثيوبيا إلى الجزيرة العربية ومصر، ثم وصولا إلى أرمينيا وبلاد فارس وتركيا وشمال إفريقيا. وكملت القهوة انتشارها من العالم الإسلامي إلى إيطاليا وبقية أوروبا وأندونيسيا والأمريكتين. بيتم إنتاج ثمار البن اللي بتحتوي على حبوب القهوة عن طريق عدة أنواع من الشجيرات دائمة الخضرة. وثمار البن هو شجرة من جنس النباتات تتبع الفصيلة الفوية، وهي نباتات ثنائية الفلقة، يعني البذور بتاعتها مفلوقة اتنين زي فول الصويا ودوار الشمس والفاصوليا. يبلغ ارتفاع شجرة البن حوالي 6 أمتار، لكن بيتم تأليمها حتى يبلغ الارتفاع 4 أمتار على الأكثر. أزهارها لونها أبيض ولون الثمار أحمر، وبتستكمل نموها في حوالي 6 سنوات. في عدة أنواع من حبوب القهوة، لكن أشهرهم هم نوعين: الأول كافيه كانيفورا المعروف باسم كافيه روبوستا، والنوع الثاني كافيه أرابيكا. أما الأنواع الأقل شيوعًا فبيتم زراعتهم غالبًا في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. بمجرد نضوج الثمار يتم قطفها واستخراج البذور وتجهيزها، وبعدين بيتم تحميصها بدرجات متفاوتة، وده اعتمادًا على الطعم المطلوب من بن فاتح أو غامق أو متوسط، وبيتم طحنها وغليها لعمل فنجان القهوة. وفي نوع من القهوة مش بيتم تحميصه خالص، وده اللي هو بيتقدم في دول الخليج العربي، ولونها بيبقى مايل للأخضر الذهبي. تعتبر اليمن من أوائل الدول اللي زرعت البن وصدرته للعالم، بدليل إن القهوة يطلق عليها أرابيكا أو القهوة العربية، ودي بتمثل حوالي 3 أرباع القهوة المزروعة عالميا. ومش بتتزرع في اليمن بس، في دول في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا أخدت الحبوب بتاعتها وزرعتها عندها، وده لأنها من أجود الأنواع في العالم. كما إن أفخر أنواع القهوة هي الموكا، وهي تحريف من كلمة المخا نسبة إلى ميناء المخا اليمني، واللي بيعتبر الميناء الأول اللي انطلقت منه سفن تجارة وتصدير البن إلى أوروبا والعالم. وطبعا البن العربي اللي بيزرع في أرض اليمن تحديدا بيشتهر بمذاقه الخاص وطعمه الفريد اللي بيختلف عن اللي بيتزرع في أي مكان تاني في العالم. زي ما قلنا إن القهوة العربية بتشكل حوالي 3 أرباع القهوة المزروعة في العالم، وهي أفضل نكهة وطعم وأقل مرارة، فإن قهوة الروبستا أكتر مرارة وأقل طعم، ولكنها أكتر في احتوائها على الكافيين، وكمان أكتر تحملا من القهوة العربية وأقل عرضة للأمراض. وللأسباب دي بيتم استخدامها كبديل غير مكلف للقهوة العربية في العديد من خلطات القهوة التجارية للشركات المشهورة حول العالم. لو رجعنا لاكتشاف القهوة ففي حكايات كتيرة للموضوع ده، لكن أهمها الحكاية اللي بتتكلم عن اكتشاف القهوة على يد الشيخ المتصوف جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد الذبحاني، نسبة إلى بلدة ذبحان المعروفة باليمن، واللي اتخذ من نبات القهوة غذاء وشراب ليه أما لقاها وهو في طريقه إلى كهوف التصوف باليمن، ولاحظ إنها بتساعده على التركيز وبتزود النشاط وخفة البدن وبتبعد عنه النعاس والكسل. وتتابع الناس من بعده على شربها وأكل أوراقها للاستعانة بيها في مطالعة العلم وإنجاز الأعمال دون تعب. في كمان حكاية تانية
ولكنها يقال عنها إنها ملفقة وغير موثوقة، اللي هي حكاية راعي الغنم الأثيوبي، واللي لاحظ النشاط والحيوية على النعاج بتاعته أما أكلت من نبات موجود بكثرة في أرض الراعي، فقرر إنه يدوق النبات ده، واللي اكتشف إنه بيزود التركيز والنشاط، وكان ده سبب لاكتشاف شجرة البن أو نبات القهوة. لو اتكلمنا بقى عن أنواع القهوة في العالم، وأقصد هنا بالأنواع اللي هو طريقة التقديم، لأن احنا اتفقنا إن شجرة البن نوعين، أرابيكا الأكثر انتشارا والروبوستا. فأشهر الأنواع هي القهوة العربية، واللي بتتقدم في دول الخليج العربي، ولونها أخضر ذهبي، ويضاف إليها حبات الهيل أو أنواع أخرى من البهار. في كمان القهوة الأمريكية، واللي بتصنع غالبا من حبات البن الكولومبي. وفي القهوة اليمنية، واللي منها القهوة البيضاء وقهوة الصباح وقهوة القشر، اللي بتصنع من قشور ثمرة البن وتطحن ويضاف إليها الزنجبيل. كمان في القهوة التركية، وهي تقيلة وغامقة، وتصنع غالبا من حبوب القهوة البرازيلية، وتطحن بدرجة ناعمة وتقدم مع السكر، وهي القهوة الأكثر شهرة واستخداما في العالم. في كمان الإسبريسو، وهي قهوة إيطالية غامقة جدا، تصنع بواسطة ماكينة خاصة تعمل على تسخين القهوة المطحونة بالبخار ثم تمرير تيار خفيف من الماء المغلي عليها، وتقدم في فنجان صغير بدون سكر غالبا. الكابوتشينو، وهو قهوة إيطالية برضه، عبارة عن الإسبريسو بمقدار التلت وتلت حليب عادي وتلت حليب مبخر ومخفوق على شكل كريمة، وتقدم في أكواب كبيرة مع السكر ورشات من الكاكاو على الوجه. في كمان الموكا، وهي قهوة من اليد الفرنسية أو الإيطالية، وهي عبارة عن قهوة سادة تقيلة بمقدار التلت وتلت شوكولاتة وتلت حليب فوار، بيسبب رغوة كبيرة وتقدم في أكواب كبيرة. وكمان في قهوة الحليب أو الكافيه لاتيه، قهوة فرنسية عبارة عن مقدارين قهوة مع 3 مقادير حليب مخفوق. وكمان القهوة المثلجة، اللي يقال إنها أمريكية المنشأ، والأمريكيين بيقولوا إنها عربية الأصل، وهي عبارة عن قهوة تقيلة باردة مع حليب بارد وسكر. بالنسبة للتأثيرات الصحية للقهوة، فهي بتتنوع ما بين الإيجابية والسلبية. بالنسبة للإيجابيات، فاستهلاك القهوة باعتدال يرتبط بتحسين حساسية الجسم للأنسولين وضبط أفضل لمستوى السكر، وكمان استهلاك القهوة بيقلل من معدل حدوث السكتات الدماغية، وكمان بيقلل من حالات تليف الكبد ومرض باركنسون اللي هو الشلل الرعاش والزهايمر. ويرتبط استهلاك القهوة عكسيا مع التهاب المفاصل وداء النقرس وحالات عديدة من أمراض اللهم احفظنا السرطان. بالنسبة بقى للسلبيات، فاستهلاك القهوة بكثرة يسبب ارتفاع ضغط الدم وقلة امتصاص الحديد، واللي بيؤدي إلى الأنيميا وكمان هشاشة العظام وارتفاع حالات سلس البول. وأظهرت الدراسات ارتفاع الدهون في الدم للأشخاص اللي بيشربوا أكتر من 4 أكواب يوميا من القهوة المغلية غير المصفاة. لو حبينا نعمل إحصائية لأكبر البلاد المنتجة للقهوة في العالم، فهنلاقي على رأس العالم البرازيل، وبعدين فيتنام، ثم أندونيسيا وكولومبيا، وبعدين أثيوبيا والبيرو والهند وهندوراس والمكسيك وغواتيمالا واليمن. بيتم استهلاك حوالي 2.25 مليار فنجان قهوة يوميا حول العالم ويمكن أكتر، ويقدر حجم سوق القهوة عالميا أكتر من 132 مليار دولار أمريكي طبقا لإحصائية في عام 2024. ده كان فيديو تعريفي عن القهوة حول العالم، واللي حاولنا فيه نجمع لكم أكبر كم من المعلومات والحقائق عن الموضوع ده، وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو أو أضاف لك معلومة جديدة، اشترك في القناة ودوس لايك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وسلام عليكم.